لو يعني لا قدر الله لو تثبت ليكم لا قدر الله ان هو يعني من ضمن من قتل في احداث رابعه، هل تحس شهاده يا استاذ احمد؟ مش قتل. انا كنت لسه اسالك بس انت واضح اللي انت اجبتي. انا كنت اسالك هل هتكوني نادمه ان هو نزل رابعه واعتصم؟ كنت ممكن تمنعيه يعني لو الايام عادت بينا قبل فض الاعتصام بشكل او باخر يعني. لو الايام عادت انا كنت بروح معاه رابعه يا استاذ احمد، بس ما كنتش بعتصم، كنت بروح يوم وارجع. لو الايام عادت يا استاذ احمد هبعته 1000 مره يا استاذ احمد، وهبعت اخواته معاه. انا مش ندمانه، انا اللي ندمانه عليه يا استاذ احمد ان كنت اتمنى يبقى ابني شهيد بايد يهود، بايد اسرائيليين، لكن بايد مصريين زيه عايشين على بلد واحد. ده اللي مقلمني يا استاذ احمد. ليه عشان ايه؟ عشان خرج يقول انا مش راضي عن الوضع ده وسلمي. انا بقول لحضرتك اقسم برب العزه، والده بيساله يومها ايه السلاح اللي معاك اللي هتدافع ده عن نفسك؟ انا عارف يا محمد ان ما معكوش سلاح، انتوا هتدافعوا عن نفسكم ازاي؟ قال له يا بابا احنا بندافع بعقيدتنا، بندافع. الغريب في الموضوع يا استاذ احمد ان محمد ابني كان فاكر ان الاعتداء ده كله جاي من البلطجيه، كان فاكر ان الجيش المصري عمره ما هيتورط في حاجه زي كده. ده المؤلم في الموضوع. يعني لما كنت بقول له يا محمد ده ممكن ولو واحنا كمان ممكن ولو 1% ان الجيش يهجم، قال لي يا ماما الجيش ما يهجمش، الجيش ده مننا احنا. شوف اللي حصل يا استاذ احمد، شوف الصدمه. ايه الاجراءات اللي ممكن حاجه محمد، ايه الاجراءات اللي ممكن تاخدوها الفتره اللي جايه غير تحليل الدي ان ايه اللي انتوا عملتوه يعني؟ احنا دلوقتي عملنا تحليل الدي ان ايه، واتمنى على الله ان لو ربنا قدر اي شيء يعني يحتسبوا عنده من الشهداء ويحتسبني انا من الصابرين يا استاذ احمد. الحياه اللي فضلنا مش قد اللي عدت، وبعدين احنا كلنا هنلتقي تحت ظل عداله قدسيه الاحكام والميزان يا استاذ احمد. احساسك كأم ايه؟ تحت ظل عداله محمد قدسيه الاحكام والميزان. احساسك كأم انت عارفين ان حساسيه الام في الامور دي بتبقى مهمه، احساسك ان هو عايش انا حاسه انه موجود يا استاذ احمد، حاسه انه موجود. انا حاسه انه موجود، حتى هم بيقولوا لي يمكن مات، يمكن استشهد، يمكن. انا حاسه انه موجود في مكان انا ما اعرفوش. كان الله في العون. حاسه ان هو موجود ان شاء الله باذن الله، وحاسه ان انا هقابله في يوم من الايام. بس برضه بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني وظلمه. حتى لو بعدني عنه يوم يا استاذ احمد، ده ابني. حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا لك. تعليق حضرتك اتفضل. يعني إن العين لتحزن، إن العين لتدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وأنبل ما استمعنا إليه الآن هو أن الضحية تحزن على القاتل. الضحية ما زالت ترى أن هذا الوطن يستحق البذل ويستحق التماسك من أجله، ويستحق أن نتذكر أننا مواطنون، وأننا مصريون، وأننا مسلمون، وأننا أصحاب ديانة. الضحية ما زالت تتذكر القيم والمثل العليا، لأن روحها ما زالت حية حتى وإن كانت فلذة كبدها قد انتزعت منها. أما القتلة فإننا لم نرهم يحزنون أبدا، ما زالوا يصرون على الكذب، ما زالوا يتحدون بالتدجيل وبالنصب وبالاحتيال وبتزوير الحقائق وبالتلفيق. ما زالوا حتى هذه اللحظة غير قادرين على أن